السلام عليكم احلى متتبعات ومتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الوصفه ديال الخبز بالجبن، فيه كاس ديال السمسم الابيض، الزنجلان الابيض. ما عندكمش الابيض تقدروا تعوضوه بالاخر، غير هذا باش يعطينا لون شويه بيض الخبز، ما يكونش اللون ديالو غامق. هنا عندي زرعه الكتان الذهبيه، حتى هي كاس ما عامرش. المهم غنحط لكم المقادير بالغرام في صندوق الوصف. وعندي نص كاس ديال دقيق جوز الهند، ماشي مبشور، جوز الهند، الدقيق ديال الكوك. وعندي 2 معالق كبار ديال الجبن، اي جبنه كان عندكم كريمي. انا هنايا عندي جبلي. عندي 2 بيضات، وعندي باش غيتجمع لينا هاد العجينه هادي عندي صمغ الزنتان، ولا ديروا الصمغ العربي، ولا ديروا السيليوم. انا عندي هذا، وعندي الملحه، وعندي الخميره الفوريه، وعندي خميره ديال الكيماويه، وعندي شويه د الخل. انا عندي غير خل عادي، الا عندكم خل التفاح يكون افضل. صافي، والماء يكون دافي باش غنجمعوا العجين. الماء غنحتاجوه بزاف، حيت هذا الدقيق ديال الكوك تيشرب بزاف. اول حاجه غناخذ هاد الخميره الفوريه، وغنضيف عليها شويه ديال ستيفيا باش تفاعل، غير واحد شويه، واحد 4 معالق صغيره. صافي، وغنخليها هنايا. غندوز نطرب هاد الجبن مع البيض. هذا جانبا، وغنطحن هاد زر الكتان والزنجلان. دابا طحنت زريعه الكتان والزنجلان، غنضيفهم على هاد الخليط ديال البيض الجب. نضيف دقيق جوز الهند، ندير شويه د الملحه، واحد معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، وغندير معلقه كبيره ديال هاد صمغ الزنتان. ندير شويه د الخل،
نضيف هذيك الخميره الفوريه. صافي دابا غندير يدي باش نعجن. تقريبا خدا لي راه نص كاس ديال الماء كبير، كاس كبير ماشي كاس ديال العنبه. صافي دابا غنغطيه وغنخليه يرتاح. لازم نرتاح لينا الخبز. دابا غنصايبو الخبيزات. بسم الله. انا غنديرهم غير صغيورين. الطاوه وعندي الزنجلان الابيض والحبه السوداء باش نديرهم لهم من الفوق، نزوقهم من الفوق. دابا نغطيهم ونخليهم واحد ربع ساعه عاد ندخلهم للفران. ها هو الخبز ديالنا فاش خرج من الفران. راه دخلته للفران على درجه 180 واحد تقريبا واحد نص ساعه. المهم عافيه تكون مهيله. هانتوما راه تيتنفخ بصمه وحده، وانتم غير خليوه حتى يبرد. راه باقي سخون كتيجي. وإلا بغيتو الفطور تقدروا هكا تقسموه وتحمروه. يلا نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه ديال الخبز، راه تجي زوينه وان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. يلا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.